بس أريد أسأل، أنت دارس فقه صح ولا لا؟ ولا عندك معلومات فقط كونك محب؟ طيب أكيد دارس فقه العدل، شلون جاي تقول طيب ما عندي معلومات كثير عنك، مجرد إنه أسمع فيديوهات مرات يعني. أنا على الإيطالي كنت نمت قعدت صرت. المهم أنا مو محجبة، وبصراحة يعني حياتي جدا نظيفة، إنسانة خالية من قلت لك من كل الشوائب، لكن أنا مو محجبة، هاي عيلتي الوحيدة. إيش قد حاولت بس أحس جدا مو متقبلته نفسيا، فاهمني؟ صح. هل هذا الشيء من المحرمات اللي تدخل النار، إنه يعني خلاص؟ طيب تقول يا بالأخت أنا مو محجبة، وهي تكلمت على لسان الكثير من الشيعيات جزاهم الله خير، بس أنا قاعد يباوع لي يمكن عندي كثير من الشيعيات خطية حتى متبرعات، وتشوفون كلامهن والله العظيم روعة من الإيمان والتقوى، بس مشكلتي ما محجبة. أنا من طبيعتي ما أحب أضغط أو كذا براحة، يعني ما صراحة ما أحب أضغط. زين، هل يعتبر هذا مؤثر كدين؟ نعم مؤثر، بس البعض شوية يقول كانوا قائمة بالواجبات وقائمة، ما لها علاقة. إقامة الواجبات شيء، والتعدي على حرم الله وحلال الله شيء آخر. هذا يعني ترك الحجاب عند العلماء ومنهم السيد علي السيستاني وباقي علمائنا يقولون ترك الحجاب، هاك السيد السيستاني يقول من الكبائر، والكبائر هي مما وعد عليه النار. أنا أقول لكم شنو البنية، مو البنات تشوف روحها حلوة بدون حجاب، تقول لك هذا الجمال، وبعدني بريحانة شبابي وش حالات شعري ينزل لي هنا ومن دنق أطق القد لهيك وأجي أطقن الحجاب. المسألة هاي أغلبهن هكذا مسألة، تخلي الحجاب سوت هيك ما مقتنعة بروحي، خلتها هيك سوت هيك شني صرت جدة أنا. هذا إبليس شلون يشتغل؟ إبليس هو نفسك تحاجيك شو السالفة، شو انتم مو تصلين، انتم مو صومين. إبليس ما يقول لك اعصي، لا تتبعوا إبليس، لا ما قال الله لا تتبعوا إبليس، لا تتبعوا خطوات الشيطان. زين، هاي طالع رقبتها تلمع، ويشوفون جماعة حمود ضاغطهم بالشارع، تكون مسبب لآثار كثيرة. يعني تخيل بنت ما لابسه حجاب، شابة وتدنق وشعرها يدنق وياها والبريق يلمع رقبتها وكذا، والشباب يشوفها، اكيد اقلها. ومو هذا السبب. هسه تقول لي الله طبيت ابو لاي اصلا ما يباوعوا لي جماعه استراليا شو يخبلن كلهم صفر ويلمعن تلمع، عافوا الدنيا كلها يجون علي. اذا هاي العله اصلا ما حد مباوع لي ولا واحد مخلي غريزه علي، لا هي مو هذه العله. الاسلام اراد ان يفرض الحشمه للمراه، لان المراه جوهره، شلون يحافظ عليها الاسلام؟ هي احد هذه المحافظات. ولهذا خير دليل من تتوضين انت تمسحين على الوجه، من تمسحين من قصاص الشعر الى الحنك طولا. يقول هذا بما شرعنا لكم الوضوء كطولا للوجه يا نساء، بهذا الطول هو هذا اللازم يطلع للخارج. شوف فلسفة الدين، فلسفة الشيعة، فلسفة أهل البيت، يقول هذا الطول هو اللي يتوضأ يا مرة، يقول هذا اللازم يطلع بالوجه الحجاب. فأراد الإسلام أن يعطي للمرأة إلى خصوصية، إلها تكون فدنكة خاصة مع زوجها، أو ما أن يكون هذا مشرع رقبتها أو شعرها لكل من هب ودب بالشارع، لا تكون هذه الحشمة. فهل هي يؤثر؟ نعم يؤثر. حتى كما قال لأحد العلماء لو خرج الشعر من امرأة كأنما شارك في قتل الحسين. يا بليش؟ يقول الحسين طالع من ضمن الأهداف ستر المرأة والحفاظ على عفة المرأة وحياء المرأة، فيقول هاي اللي تطلع شعرها ممن تخالف أهداف الحسين عليه السلام، وبها آثار كثيرة. فأنا أقول الأفضل خواتنا والله العظيم اكو بينا نعرفهن، وهنا قاعد يسمعني حتى من داخل العراق، دكتورات ومهندسات وخارج العراق، ويسمعني انا متاكد لان دائما في البث بيساعدن وبين حتى يدز لي يقول شيخ علي اليوم دعينا لك بصلاه الليل، شيخ علي اليوم سويتوا هاي احياء انا كنت وياك وجزاك الله خير، يعني حتى بس مشكلتها بالحجاب. فانا ادعو لنا والخوات يلتفت لهذا الامر. انا ما احب اضغط وادزن اختي لماذا انت لست محجبه، ما احب هاي النبره، بس نصيحه من الاخوات والله العظيم القران يريد مصلحتكم، الاسلام يريد المصلحه، لان القران يعرف ترى كانوا ناس اكثر منك جمالا وينهم راحوا جو التراب. نبات انا باوع روحي انا اقعد كانوا ناس منك اشد علما اشد، وين رحت؟ اكو ناس منكم اشد قوه، دير بالك. حتى ياتي يوم القيامه شاب يجيبونه حلو، شاب ليش عصيت؟ يقول له لين حلو،
والبنات يباوع علي، شو سوى؟ انا عصيت زنيت. قال لهم اخرجوا لي يوسف، هل انت اجمل من هذا؟ بنت ليش عصيتي؟ ربي حلوه وعالم وشباب يتباوع لي، طلعوا لي مريم العذراء، انت اجمل من هاي. شاب ليش زنيت؟ ربي ما متزوج وشاب وبحالاتي، طلعوا لي عيسى بن مريم. شاب ليش سرقت؟ ربي ما عندي مال وصار بي، طلعوا لي ايوب. ليش ما صبرت؟ وهكذا كل شيء ستحتجون عليه يوم القيامه.